السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معانا الكشري المصري في حلة واحدة. تمام، ده شكله كده، يا رب يعجبكم. قبل ما ندخل على الفيديو يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. معايا حلة على النار، هنحط فيها شوية زيت. احنا الأول هنعمل الصلصة بتاعت الكشري. تمام، وهنحط فصين توم، عايزينهم يبقى لونهم ذهبي بس. تمام كده، هكون ضربة طماطم في الخلاط، هننزل بيه على الثوم. ماشي، هنحط شوية ملح وفلفل اسود. تمام، وهنسيبها تتسبك شوية. صلصة الكشري ولا بتكون تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. معايا حلة تانية على النار، هنحط فيها برضو شوية زيت. هنستنى بس الزيت يسخن. هكون مقطع بصل جوانح، شوية بصل حلوين كده، ولا حطيت عليه ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة، وبيبقى مقرمش وزي الفل. تمام كده، هنفضل بقى نقلب فيه عشان ما يتحرقش معانا لحد ما ياخد لون. تمام كده، اللون بتاعه كده بقى كويس. هنشيله معانا، هنصفيه. ولما نشيله هنسيب شوية صغيرين في الحلة، مش هنشيله كله. تمام كده، انا سبت الباقي اللي في الحلة ده. تمام، معايا بقى شعرية، هنزل بيها على البصل. تمام، هنحمرها برضو لحد ما تاخد لون ذهبي. تمام، في المرحلة دي بقى نكون غاسلين الرز ومتصفي، وهننزل بيه على الشعرية. حطيت عليه الملح بتاعه. هنقلب بقى الشعرية بالرز.
تمام. هنا بقى عندي عدس غسلاه وسلقاه نص سلقة. تمام، نزلت بيهم على الرز وهنقلب برضو. معايا بقى المكرونة الصغيرة دي نزلت بيها من غير سلق. ومعايا مكرونة سباكيتي برضو مش مسلوقة. تمام، المكرونة سباكيتي هتضايقك شوية في التقليب بس مش مشكلة برضو هتستوي. كده نزلنا بمية سخنة، هنغطيه كأننا بنسوي الرز عادي جدا. تمام كده، هنغطي عليه ونسيبه يغلي. اول ما يغلي هنوطي عليه النار لحد ما يستوي. هنا يا جماعة بعد ما استوى بصوا كل حاجة مستوية ومفلفل وحلو جدا. تمام، هنا خلاص بعد ما غرفته حمرت جنبه العيش ده، قطعته مثلثات وحمرته في الزيت. يا رب الأكلة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.